يحكى أنه كان هناك أمير يحكم أمارة، وكان لديه حكيم ذكي، وكان هذا الأمير يحلم بأن يبقى دوما شابا قويا وأن لا تصله الشيخوخة، فطلب من حكيمه أن يأتيه بدواء يطيل في العمر، ووعده بأن يعطيه أي شيء يطلبه إن جاء له بطلبه. فذهب الحكيم يبحث في المدن والقرى عن دواء يطيل العمر ويبقي الإنسان في مرحلة الشباب، ولكنه عندما مر بقرية وسأل أهلها عن عشبة أو أكلة تطيل العمر، نصحه أهل تلك القرية أن يذهب إلى أعلى الجبل حيث يسكن هناك أخوان، وربما يجد عندهما ما يريد. ذهب الحكيم إلى حيث يعيش هذان الأخوان، ووصل إلى هناك قبل الغروب بقليل. كان البيت الأول صغيرا والأشياء من حوله مبعثرة، وأمام البيت يجلس رجل عجوز قد أكل الدهر عليه وشرب، فسلم عليه الحكيم فرد العجوز السلام ورحب به، ثم طلب الحكيم من العجوز أن يسمح له بالمبيت عنده حتى الغد. وقبل أن يتكلم العجوز جاء صوت من داخل البيت، فإذا هي زوجته لتقول: ما عندنا مكان للضيوف، ابحث لك عن مكان آخر. فطأطأ العجوز رأسه وتأسف من الحكيم. توجه الحكيم إلى البيت الآخر، فإذا هو بيت في غاية الجمال والترتيب والنظافة، وتحيط به أنواع الزهور والنباتات الجميلة بالإضافة إلى أصوات الطيور والبلابل. وإذا بشاب